بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شخصيين البركمية؟ يا رب تكونوا بخير. نبتدي ان احنا نصلي على سيدنا محمد في الاولين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد في الاخرين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. بسم الله توكلت عليك يا رب، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم يا رب لا سهل الا ما جعلته سهلا، فانك ان شئت جعلت كل الصعب سهلا يا رب العالمين. بسم الله توكلت عليك يا رب، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب، النهارده موضوعنا عن ايه يا باشمهندسين؟ موضوعنا النهارده عن توبيك مهم جدا جدا جدا، وهو توبيك هنتكلم فيه عن حاجة اسمها الفوروردر، او ما يسمى الدي ان اس فوروردر. اسمها ايه يا هندسة؟ اسمها دي ان اس فوروردر. يعني ايه اصلا دي ان اس فوروردر؟ طب من اسم كده يا باشمهندسين، يعني ايه فوروردر اصلا؟ يعني ايه فورورد؟ يعني ايه فورورد؟ انت بقى تيجي بس تقول ايه هو الفورورد، وعندك حاجه اسمها باك مثلا، باك وورد مثلا، وفورورد مثلا. يعني ايه اصلا المسمى ده؟ المسمى ده بالانجلش الفورورد ده يعني بيفرود الحاجه. حتى لما تيجي مثلا جاي لك ميل من حد وعايز تفرده، يعني تبعته لحد تاني، فبتعمله فوروردنج. تعمل كده، تختار فوق في الاوتلوك كده فورورد، وتبعت الميل ده للشخص اللي انت عايز تعمله. ففوروردر ده معناها ان انا بعمل فوروردنج، ببعت الحاجه لحد تاني. طب لمين يا هندسه؟ على حسب انا عايز اعمل ايه، وهقول لك دلوقتي. طيب، وطبعا هو من اسمه دي ان اس فوروردر، يبقى انا كده بفورورد الدي ان اس كويريز بتاعتي اللي بيبعتها الكاستمرز، او سوري الكلاينتس، ايه اللي ايه طالعين للدي ان اس بتاعي. فانا بطبق الفوروردر ده على الدي ان اس ريكيرسيف ريزولفر بتاعي. تمام. وهو بيطلع يبقى بيفرض الكويريز دي لشخص ما. هنتكلم في الحته دي بالتفصيل خلال المحاضره دي والمحاضره الجايه واللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله الرحمن. طيب، يبقى كده يا باشمهندسين الدي ان اس فوروردر ده هندسه يعني ايه؟ هو بيقول لك الدي ان اس فوروردر ده نيم سيرفر ذات ريسيفز. بيقول لك إيه؟ يعني مثلا انت عندك دي ان اس ريكيرسيف، ده بيريسيف ايه؟ دي ان اس ريكيرسيف بيريسيف كويريز. تمام. other servers can't resolve locally. من الاخر خالص كده الدي ان اس فوروردر ده هو نيم سيرفر بيريسيف الكويريز اللي ايه مش عندك على السيرفر نفسه. يعني بمعنى اصح، مثلا انا لو عندي هنا ده الريكيرسيف ريزولفر بتاعي اللي الناس بتروح له، فطلبت ان انا عايز اوصل لياهو دوت كوم. اصلا ياهو دوت كوم ده حاجه عالميه يعني في عندي الروت، بعد كده التي ال دي اللي هو دوت كوم، بعد كده ياهو. فده لازم كده كده ده ما عندوش معلومه، انا مش اسوسيتيف لياهو دوت كوم، فيطلع يكلم الناس بره. فلما يجي يطلع يكلم بره، هو كده فورورد الكويري. طب بيفوردها لمين؟ بيروح يفوردها للروت هنت، وبعد كده الكويري بتروح للدوت كوم واللي احنا عارفينها دي كلها. فبيعملها كده بمزاجه. قال لك لا، هي باي ديفولت كده موجود جوه اي دي ان اس ريكيرسيف ريزولفر. الانترنال العشرة روت سيرفرز بيروح يكلمهم اول واحد، وبعد كده الروت سيرفرز بقى بيقول له يا باشا روح اعرف، انا اعرف الان اس ريكورد او الان اس ريكورد بتاع دوت كوم او التيلي دي، روح كلمه. هو يقول لك المعلومه اللي انت عايزها، بعد كده تروح تكلم دوت كوم يقول لك لا انا عارف الان اس ريكورد بتاع الايه، وروح كلمه لحد ما توصل للمعلومه. واللي دي انا معديها بسرعه عشان احنا ايه فاهمين الليله دي بالتفصيل يعني. طيب، حلو الكلام حلو الكلام. فهو بيقول لك انت عندك كاشنج، بيلد لوكال كاش اوف ريسبونس، سبيدنج اب فيتشر لوك ابس، وعندك ترافيك ريدايركشنز ترايز ايه اكسترنال كويريز ريديوسينج اوفرول انترنت ترافيك. يعني من الاخر خالص بيقول لك ايه؟ ان انت الدي ان اس فورورد ده انت بايه ممكن بتفورورد الكويريز بتاعتك لحد بره، ونعرف ازاي حد بره، ونعرف الكلام ده كله كمان كام سلايد ان شاء الله الرحمن. فكك من النقطتين دول، فكك منهم خالص. طيب، الكور الكور كونسبت ريكيرسيف كويري. طيب الريكيرسيف كويري ده ايه؟ بيقول لك ايه؟ ريكيرسيف كويري دي احنا اتفقنا احنا كان عندنا حاجه اسمها ريكيرسيف كويري، وحاجه اسمها اتريتيف كويري. الكلام ده خدناه خالص في اول الكورس بتاع دي ان اس. وقلنا الريكيرسيف كويري ده بتتبعت عن طريق الكلاينت نفسه، اللي هو عايز يوصل مثلا ليها هو دوت كوم، فيسبوك، الكلام ده كله. بيبعت ريكيرسيف كويري اللي هو انا ماليش دعوه يا باشا، هات لي المعلومه دي، وماليش دعوه في الباك اند اللي بيحصل. السيرفر بقى بيعمل ايه؟ بيتشقلب الريكيرسيف السيرفر بيعمل ايه بتاعي اللي هو الريكيرسيف اللي انا رايح له، اللي هو الدي ان اس اللي انا رايح له. انا بقول له والله انا عايز اوصل لفيسبوك دوت كوم. مش بقى دعوه بقى راح كلم الروت، راح كلم الدوت كوم، راح كلم الجن الازرق، راح كلم فورورد الكويريز دي لجوجل مثلا فور اكزامبل. لو حد عامل كده الكونفيشن بتاعته على الدي ان اس ريكيرسيف اللي هو يفورورد اي كويريز مش عنده لجوجل، يعني مش اسوسيتيف ليها يعني لجوجل. المهم ايه؟ يجيب لي الاي ريكورد بتاع مثلا فيسبوك دوت كوم. هقف بس اعمل بوست لحد ما الاذان يخلص بس. طيب يا باشمهندسين، فزي ما قلت لكم عفوا، زي ما قلت لكم ان كاسف كوريا ماليش دعوه، هو بيجي يعني ماليش دعوه يجيب لي معلومه من اي حته. المهم ان انا ببعت له كده
كويري يعني بسأل على مثلا الاي بي ادرس بتاع فيسبوك دوت كوم، فهو ايه الدي ان اس ريكيرسيف اللي انا بروح له ده يتشقلب لحد ما يجيب لي المعلومه. طبعا لازم الدي ان اس اللي انا رايح له ده اللي هو الريكيرسيف ريزولفر يبقى متفعل عليه حاجه اسمها الريكيرشن. طيب حاجه برضو انا مثلا انا عامل مثلا في اللاب بتاعي او في اللابات كلها اللي بنعملها معاكم في خلال الكورس، انا عندي انفو بوكس واحد بس عامله اتنين في بعض، اسوشيتيف وعامله ريكيرسيف. تمام، يعني ايه عامله اتنين في بعض؟ انا مثلا بكريت عليه ريكوردات هنا اسوشيتيف زي مثلا جي تي اي تكنولوجي مش عارف ايه الكلام ده كله. فلو عايز حاجه منه الكلاينت يعني بص عشان برضه متوهوش مني، الكلاينت لما بحط له بدخل جوه النتورك ادابتر عندي عنده هو واحط له في الدي ان اس سيرفر بتاعه اي بي ادرس، معنى كده ان الاي بي ادرس اللي انا هحط له ده في الدي ان اس ده هو الريكيرسيف ريزولفر بتاع الكلاينت ده. خدها قاعده في حياتك. تمام. طيب فهو لما انا عملت كده للكلاينت، الكلاينت راح سأل مثلا حاجه جي تي تكنولوجي، ده حاجه مثلا انترنال، فانا ده موجود عنده اوثوريتيف زون ده، يعني عامل انفلوكس بتاعي ده اوثوريتيف يعني ايه؟ يعني لو حاجه مثلا زي جي تي تكنولوجي اي حاجه انترنال عنده يرد عليه. تمام. وفي نفس الوقت عامله از ريكيرسيف. ليه ريكيرسيف؟ ازاي؟ اللي هو حاطه للكلاينت حاطط الانفو بلوكس ده حاطه للكلاينت نفسه. تمام، حاطه له ان انا دي ان اس اي بي. تمام، حاطه للكلاينت. وفي نفس الوقت لو في حاجه مثلا بره زي فيسبوك دوت كوم ياهو والكلام ده كله، ده بيطلع يجيب لي معلومه من بره، فده اسمه ريكيرسيف. طيب آه بقول لك بقى يا باشا ايه الديزاين ده في الشغل او في عامه يعني في طبيعه الشغل مش صح. يعني ليه؟ لان انا بس انا عامل كده عشان احنا عندنا اللاب يعني عندي كنترول مثلا اللاب والرامات والحاجات دي كلها، وعايز انا بس اشرح كورس الدي ان اس، مش عايز ادخل في حته في البوكس واعمل لكم حاجه اسمها جريد ممبرز وجريد مانج وجريد ماستر وجريد ماستر كانديانت والليله دي كلها. لا انا بشرح دي ان اس. فالصح لما انت عندك مثلا بيبقى عندك انت حاجه اسمها اوثوريتيف دي ان اس، وعندك ريكيرسيف دي ان اس. وبيقول لك ريكومندد طبعا الريكيرشن تفعلها على الريكيرسيف ما تفعلهاش على الاوثوريتيف. ليه؟ لان الريكيرسيف ريزولفر ده او اللي هو الدي ان اس ريكيرسيف ريزولفر بتاعك ده هو اللي بيطلع بره يكلم الناس، فانت لازم تفعل عليه الريكيرشن. لكن الاوثوريتيف دي ان اس سيرفر هو بيرد اصلا على الحاجه اللي من عنده، يعني الداتابيز اللي عنده بيرد منها، فمش لازم تفعل عليه الريكيرشن يعني. فبيقول لك غلط انك تفعل عليه الريكيرشن. طيب نرجع لمرجوعنا. فكنا بنتكلم في الريكيرسيف كويري. تمام. ايه السيرفر to user returns the requested data directory or go find it by querying other servers on the client behavior. The server can't simple say I don't know. يعني زي ما قلت لك كده الريكيرسيف كوري انا ماليش دعوه، انا ببعت انا عايز اوصل لفيسبوك دوت كوم، فالريكيرسيف ريزولفر بتاعي هو اللي مسؤول لما عليه الريكيرشن متفعل فيطلع يجيب لي معلومه من بره. تمام. ويقول له ايه انا الريكوست كل اللي انا بعتها بقول له انا ماليش دعوه او انا ما اعرفش، انا اتشقلب لي يا دي الناس ريكيرسيف ريزولفر وهات لي الاي بي ادرس بتاع فيسبوك تكون انا عايز افتحه. ده الريكيرسيف كل اللي انا ببعتها للدي ان اس بتاعي اللي هو الريكيرسيف ريزولفر. وبيقول لك اون ريكيرسيف ريزولفر اللي هو الدي ان اس كان فورورد كويريز this what makes forwarding possible. يعني انت لما تيجي بتطبق مثلا الفوروردنج ده بتطبقه على ايه؟ بتطبقه على الريكيرسيف ريزولفر. ليه؟ لان الريكيرسيف ريزولفر هو اللي بيطلع بره يكلم الناس او يكلم الروت بقى، وبعد كده الروت يبعت له التيل دي والليله دي كلها. لازم يبقى الريكيرسيف ريزولفر بتاعك معمول عليه حاجتين اتنين: انيبل للريكيرشن. تمام، او حاجه واحده انيبل للريكيرشن ده لازم تتعمل عليه. وتاني حاجه لو انت عايز تفرورد الكويريز دي لحد معين ساعتها اعمل الاو للفوروردنج على ايه؟ على المعلم ده الريكيرسيف ريزولفر بتاعك. لو انت مش عايز يعني تفرورد لحاجه معينه يروح للروت وبعد كده يروح للدوت كوم والحاجات الليله دي كلها، يعني خليها اعمل بس انيبل للريكيرشن. بس عايز تفرورد لحد معين لاي كويريز يعني ساعتها انت هتعمل انيبل ريكيرشن. طبعا دي حاجه ثابته معاك وتعمل الفوروردنج للاي بي اللي انت عايزه. طب يعني ايه اصلا اللي انا اعمل فوروردنج ده؟ هقول لك يعني مثلا فور اكزامبل انا جيت على الدي ان اس ريكيرشن ريكيرسيف ريزولفر بتاعي. تمام، ورحت عامل عليه انيبل للفوروردنج وبقول له والله يا صاحبي اربع تمانيات كده. انا بقول له ايه؟ بقول له اي كويري تجيلك يا دي ان اس السيرفر ده مش عندك ليك معلومه ليها، يعني لسه هتطلع بره هتطلع بره تجيب معلومه من بره والدي ان اس ريكيرشن متفعل عليك، ساعتها اي كويري من الحاجات دي كلها ابعتها لاربع تمانيات. هو اللي هندل يعني اول استبيان بتاعتك تفرض الكويز ده اربع تمانيات. الاربع تمانيات بقى يقول له اتفضل خد مثلا المعلومه دي. فالاربع تمانيات كده كده بيروح يكلم بقى الروت وبعد كده يكلم التيم دي والكلام ده كله، فايه الاربع تمانيات يديله المعلومه دي. انا بديك فور اكزامبل. لكن في بيت الشغل بنبقى عاملين ايه؟ في بيت الشغل ساعات بنفعل حاجه اسمها دي اف بي. تمام، بتاع الانفو بلوكس. هنتكلم عليها برضو اوفر فيو سريع، بس ده مش من الكورس بتاعنا او مش من التوبيك اللي هنتكلم فيها النهارده. وبتخلي الدي ان اس ريكيرسيف ريزولفر بتاعك اللي هو في الانفو بلوكس ده بيعمل فوروردنج للكويريز دي لحاجه اسمها السي اس بي.
سي اس بي ده كلاود سيرفيس بروفايدر، او الانفو بلوكس بورتال دي حاجه بتاعت انفو بلوكس نفسها كلاود. دي بقى ايه بيفرض ايه الريكursive كود ده، بيفرض اي كودز ليها، ودي تبقى عندها بقى حاجه اسمها ار بي زي، هنتكلم عليها ان شاء الله الرحمن خلال الكورس بتاعنا اوفر فيو كده لما نيجي نتكلم في السكيورتي، اسمها ريسبونس بوليسي زون. دي مثلا ايه لو انت راح تكلم ماليشيس ويب سايت او حاجه تمنعك اكوردنج لبوليسيز كتيره موجوده جوه. مش عايز ان اتطرق لمواضيع اكبر شويه من اللي احنا واقفين عليها دلوقتي، بس انا ايه بديك بس اوفر فيو سريع للموضوع ده. طيب انا عندي نوعين من الفوروردنج، حاجه اسمها جلوبال او ديفولت فوروردنج، تمام، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله الرحمن اوفر فيو النهارده، هي والكونديشنال فوروردنج الحاجه التانية من نوع الفوروردنج. والمحاضره الجايه ان شاء الله هنعمل لاب عن الديفولت فوروردنج، المحاضره اللي بعديها هنعمل لاب عن الاتنين مع بعض، الديفولت والكونديشنال، نشوف الفرق بينهم، ونبقى كده وصلنا لايه، ان احنا فهمنا بالظبط ايه هي الكونديشنال فوروردنج والديفولت فوروردنج. طبعا الكونديشنال فوروردنج دي في مسمى الانفو بلوكس اسمها فورورد زون. لما تيجي تكريت بقى، لما تيجي تكريت زون في الانفو بلوكس كان بيطلب منك تعملها ايه، اوثوريتيف ولا تعملها فورورد زون. فهمنا احنا الاوثوريتيف وعملناها كتير، فالفورورد زون اسمها كونديشنال فوروردنج، وطبعا كل واحده فيهم جواها يا اما فورورد يا اما الريفيرس. اوكي اوكي يا هندسه. الديف فيش هنتكلم عليها النهارده، هنتكلم عليك اوفر فيو بس، مش قصدي مش هنعمل عليه لاب يعني. طيب ايه هي ديفولت فوروردنج؟ ديفولت فوروردنج ده اللي هو بقول له يا باشا ايه، ابعت كل الانريزولفبل كويريز، انت مش يعني دي ان اس اهو، انت دي ان اس هنا لا ايه، لا حول ولا قوه ولا قوه، ما عندكش القوه ولا اي حاجه، اي كويريز تيجي انت مش عارفها انريزولفبل مش عارف تجيبها، هتطلع بره تجيبها من بره، فورورد الكويريز دي كلها اللي انت مش عارف تجيبها، فوروردها لسيت اوف فوروردز، هديك اي بيهات كده معين فورورد لهم اي كويريز دي كلها، ومالكش دعوه، هما بقى دول بيردوا عليك. حلو الكلام حلو الكلام. ايه هي الكونديشنال فوروردنج؟ قال لك الكونديشنال فوروردنج انا بقى عامل فورورد زون. مثلا فور اكزامبل هديك اكزامبل كده جميل، مثلا انا عندي هنا بنك جديد فاتح جديد اسمه بنك A B C D E دوت كوم. حلو الكلام حلو. وعندي هنا ده البنك اهو، وعندي هنا البنك المركزي بتاعي، تمام. البنك المركزي بتاعي هنا هو موجود، البنك المركزي، تمام. وفي كونكشن انترنالي كده بين الاتنين، مثلا سواء كان اي بي سيك تانل او حاجه كده يعني، كونكشن بين كونكشن بتوين البنك بتاعي والايه والبنك المركزي برايفت اي بيز، يعني كل الكلام ده كله في كونكشن يعني هنا بين الاتنين مع بعض، ام بي اس مثلا، او مثلا فور اكزامبل اي بي سيك تانلز او منهم، او بوليسز يعني اي معمول يعني عن طريق اي بي سيك، فهي في كونكشن يعني ببرايفت. حلو الكلام حلو الكلام. ففي فور اكزامبل يعني هنا، حلو الكلام حلو الكلام يا هندسه، والدنيا جميله والدنيا زي الفل. فانا عندي هنا البنك المركزي عنده دي ان اس سيرفر خاص بيه، حلو الكلام، وعامل فيه حاجات كده مثلا زون كده اسمها جي تي اي تكنولوجي، تمام، خاصه ب اي بي سي دي اي دوت كوم، وجواها ريكوردات كتيره جدا 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 للناس اللي هي اي بي سي دي اللي هي اي بي سي دي اي دوت كوم، دول عايزين يدخلوا على اي حاجه مثلا تبع جي تي اي تكنولوجي زون تبع البنك المركزي، دي بيروح للدي ان اس ده. حلو الكلام حلو الكلام. طيب افتراضا انا ككلاينت هنا كده عند بنك اللي هو اسمه اي بي سي دي اي دوت كوم ده، انا كلاينت هنا اهو، رحت اكلم الدي ان اس بتاعي في البنك عندي. الدي ان اس بتاعي ده انا راح بسال على ايه يا باشا؟ بسال على حاجه اسمها دبليو 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 دوت جي تي اي تكنولوجي دوت بي دي. حلو حلو. طريق كنت بسأل عليه عايز افتحه مثلا، بتاع الحاجة تبع عند البنك المركزي فور اكزامبل. حلو الكلام حلو الكلام. طبيعة الدين الناس ده يعمل ايه؟ هيبص كده عنده، انا والله مش عارف الزون دي مش عندي، والريكيرشن متفاعل عندي مثلا، فانا اروح اكلم بره، اروح اكلم الروت، يا روت انا عايز اوصل ل www.a.bd. الروت هيقول له انت عبيط يا صاحبي ولا ايه؟ انا ما عنديش حاجه اسمها اصلا بي دي، مفيش تي ال دي اسمه بي دي اصلا. هيدي له حاجه اسمها نون اكس دومين. يعني ايه نون اكس دومين؟ يعني انا مش لاقي اصلا اي بي ادرس للحاجه اللي انت عايزها دي، مش موجوده عندي. ساعتها اليوزرز العاديين هنا عشان يحطوا، عايزين يحطوا حاجات مثلا على ده ويب سايت بيتفتح مثلا انترنالي، ومحتاجين يحطوا عليه بقى شويه ريكويرمنتس والكلام ده كله، ما فتحش، والدنيا ايه بايظه، والدنيا خربانه خالص. فايه في واحد كده فاهم في الاي تي شويه، هو دول يوزرز يعني عاديين، تمام، مش ناس مهندسين يعني، واحد فاهم في الاي تي شويه، قال لك بقول لك ايه،
ما تيجي ندخل في الهوست فايل كده، كان واحد قدامه حاجه زي كده زمان فعارفها. ونيجي نحط في الهوست فايل، نحط مثلا اي بي ادرس اللي احنا ندخل عليه اللي هو بتاع www.tech.bd، ونحط هنا النيم بتاعه وايه، ونشوف هتشتغل ولا لا. جه يعملها قال لك طب انا اصلا معيش الاي بي ادرس بتاع www.tech.bd. فاكلم بقى الناس الانجينيرز بقى تواصلوا مع البنك المركزي، عرفوا الريكورد ايه هو. في اول حاجه حطوا في وسط فايل الاي بي ادرس من نيم ده، ظبطت والناس بدات توصل. البي سي ده قدر يوصل ساعتها والله للويب سايت، وفتح معاك عادي جدا، فتح معاه عادي جدا. قال لك خلاص دي مشكله ايه دي ان اس، طب هنحلها ازاي؟ قال لك هتحلها بحاجه اسمها كونديشنال فوروردنج، او في مسمى الانفو بلوكس فورورد زون. طيب تحلها ازاي الفورورد زون دي؟ قالك بكل بساطة انت هتعمل زون اسمها ايه، الزون دي هتعمل زون اسمها جي تي اي تكنولوجي، هتعملها على الدي ان اس بتاعك اللي انت بتروح له في البنك بتاعك abcde.com ده، تعملها هنا اهو، سميها جي تي اي تكنولوجي مثلا دوت بي دي. ده الزوم بتاعتك، هتكريتها ونوحها فورورد، وهتقول الدي ان اس بتاعك انت في البنك عندك ايه. والله يا صاحبي لو حد جه سألك عن الزون دي، اعمل فورورد لمين؟ اعمل فورورد ال اس ريكورد بتاع البنك المركزي اللي هو فور اكزامبل مثلا ان اس 1 دوت جي تي اي تك مثلا بي دي مثلا، والاي بي ادرس بتاعه كام؟ 10 10 10 10. ساعتها اللي هيحصل لما الكلاينت ده يروح يكتب www.technology.bd، الدي ان اس ده اللي هو الدي ان اس بتاعه اللي هو بيروح له، ما عنده اللي هو الانفو بوكس مثلا، ما عندوش المعلومه. فايه اللي هيحصل؟ هيطلع بره، هيبص عنده يلاقي في فورورد زون اسمها جي تي اي تكنولوجي بي دي، اللي هي دي. يقول اه ده انا عندي ان انا افرودها، هروح مفرودها مين؟ اكوردنج للكونكشن مفتوح، هفرودها هنا اهو للايه، للدي ان اس الانترنال اللي موجود عند البنك المركزي. اجيب المعلومه دي وارجع بيها هنا واوصلها هنا للكلاينت، والدنيا تفتح عنده تمام، ويبقى كده الدنيا اشتغلت تمام. فاصبح كده فور اكزامبل او فور سمبلست يا باش مهندسين، ان لو انت اكن راجل، انت ربنا ان شاء الله باذن الله يكرم كل واحد فيكم، ربنا يكرمكم كده، وعندكم عربيه بي ام دبليو او ام جي. هتقولي ده ام جي، بي ام دبليو حلو. اقول لك والله اي حاجه، يعني اي حاجه، طب مرسيدس حتى. المهم ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني بي ام دبليو. المهم ايه، انت عندك عربيه بي ام دبليو تمام، وبسواق كمان عليها. واللي بيحصل ايه، ان انت دلوقتي عندك البي ام دبليو دي خاصه بالشغل فقط لا غير، عربيه الشغل بتاعتك تمام، بتقصينك من الشركه عندك بسواق، دي خاصة بالشغل فقط لا غير. فأصبح كل ما تصحى الصبح رايح الشغل تركب ايه، العربية دي، العربية بالسواق تلقائي يوديك ايه، مكان الشغل. انت ما بتقولوش اصلا روح مثلا ايه، والله النهارده يومنا عدي على مش عارف تيتا، بس نديها شويه مشبك كده تاكله، ونبر والدين مثلا، سوري نبر يعني الاقارب صله الرحم، ومش عارف نروح مشوار كذا، والله عايز اعمل مصلحه حكوميه كذا مش عارف ايه. لا، هو الراجل اول ما تركب هنا ده عربيه شغل، تلقائي يوديك لايه، للمكان اللي انت شغال فيه. فاصبح ده هو الكونديشنال فوروردنج، انت بتعمل سبيسيفاي لدومين معين، دومين معين اول ما تلاقي حد عايز يوصل له اعمل فورورد للكوري بتاعته ده، مثلا الانترنال دي ان اس ده، او للاي بي اللي انا هديهولك، روح عليه. حلو الكلام. الديفولت فوروردنج لا، انت ربنا بقى بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك كرمك بقى، انت بعربيه في الشغل كده، وكمان انت عندك عربيه كمان ايه، عندك عربيه بورش بقى، بورش تمام، فدي بتاعتك انت، خاصة بيك انت. فوالله بقى يوم الجمعة كده في ايه، رايح النادي، رايح يوم السبت رايح مثلا لصحابي، ايا كان اي مشوار اهو، اي مشوار الا مشوار الشغل ده، اي مشوار تاني بروح رايح عن طريق عربيه الشغل بايه، بركب فيها واوديها. ده الديفولت فوروردنج. يعني من الاخر خالص بكل بساطه، الديفولت فوروردنج انا بفورورد اي كويز انا مش عندي، ما عنديش معلومه ليها، اي كويريز بفوروردها لايبات اللي انا بديها له في الديفولت فوروردنج. اما الكونديشنال فوروردنج انا بعمل فوروردرز، بعمل فوروردنج للكويريز اللي رايحه للزون اللي انا مكريتها اللي هي فورورد زون دي. يعني فور اكزامبل يا هندسه، انا لو عندي هنا جي تي اي تكنولوجي دوت لوكال مثلا، دي انا مكريتها فورورد زون، بتروح ايه، اي حد عايز يكلم الزون دي يروح يكلم مثلا اي بي 4 عشرات تمام، وفي كونكشن مفتوح كله تمام. وهنا عامل ديفولت فوروردنج، اي حد عايز يعني اي كوري تيجي للريكيرسيف ريزولفر مش عنده، يروح ل4 8.
طيب لو حد جه يوصل ل www.technology.local يرمي الاربع تمات اللي هي مش عنده برضه، يعني مش اسوسيتيف قصدي، ولا يوديها للاربع اشواط؟ هيوديها للاربع اشواط ليه؟ ان انت عامل فورورد زون، هو كده كده لقاها عنده، دي فورورد زون مش اسوسيتيف، بس هي فورورد زون، فانا هبص ده المفروض تتبعت لمين؟ الاربع اشواط، ودي الاربع اشواط. طب اي حاجه تانية عايزه اي كويز تانية مبعوثه مش رايحه للزون اسمها جي تي اي تكنولوجي دوت لوكال دي، وانا مش قادر، مش عندي، مش اسورتيتيف عندي، يعني مش متكيده عندي زي حاجه زون اسورتيتيف يعني، لا ساعتها هطلع اكلم الاربع تمانيات. يا رب تكون الحته دي وصلت، لان هي حته مهمه جدا، وهتوضح اكتر واكتر بكتير في المحاضره الجايه بتاعت العملي على الديفولت فوروردنج، والمحاضره اللي بعدها اللي بعد اللي جايه ان شاء الله عن الكونديشنال فوروردنج باذن الله الرحمن. طيب هنا بيقول لك في بقى فيتشر جديده، دي هناخد بس على اوفر فيو سريع بس، مش هنعمل عليها لاب، لان ده مثلا في كورس انفو بلوكس واحنا مش بنتكلم في انفو بلوكس. حاجه اسمها الدي اف بي، دي اف بي ده في انفو بلوكس، دي فيتشر انفو بلوكس فيتشر، اسمها اختصار دي ان اس فوروردنج بروكسي. ايه الفكره دي في الدي اف بي ده؟ بيقول لك يا باشا الدي اف بي ده عباره عن ايه. بص انت لو عندك كده كده عندك اون بريم انفو بلوكس، عندك يعني انفو بلوكس موجود عندك دي الناس، عندك اون بريم سواء كان جهاز او في ام اي عندك، انت ممكن تخلي اي جريد ممبر، اي جريد ممبر ده يعني اي دي ان اس، يعني فوزك من المسميات، الدي ان اس بتاعك ده ممكن يفرورد ايه الريكيرسيف، يعني يفرورد الكويريز اللي بتجيله الدي ان اس فورورد. بس لازم تتاكد ان لو انت عندك فايرول بعد الانفو بلوكس بتاعك ده يكون معمول الاو كونكشن اللي هو يكلم ايه الفوروردرز اللي هو بيطلع يكلمهم يعني. طيب ايه الدي اف في ده؟ قال لك الدي اف في ده عباره عن حاجه اسمها دي ان اس فوروردنج بروكسي اون نايس. نايس ده اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاع الانفو بلوكس، تمام. دي ايه اللي بيحصل؟ اللي انت بتخلي ان انت يعني زي حاجه زي فوروردر يعني، بس بتخلي ان الانفو بلوكس بتاعك او الريكيرسيف ريزولفر بتاعك بيبعت الكويريز اللي بتجيله لحاجه اسمها انفو بلوكس بلاتفورم. ايه بلاتفورم ده؟ انفو بلوكس بلاتفورم ده الكلاود بتاع انفو بلوكس اسمه سي اس بي، تمام، او انفو بلوكس بلاتفورم. انت لو انت عندك هنا حاجه اسمها دي ان اس ريكيرسيف ريزولفر ونوع انفو بلوكس، فيبقى في كونكشن كده بين الاون بريم بتاعك ده والاوف بريم اللي هو السي اس بي اللي هو الكلاود، تمام. بيبقى الكونكشن ده بتفعل حاجه اسمها دي في في، تمام، ويبقى في حاجه اسمها توكن كده، التوكن ده بتجنريته من السي اس بي وتروح عامله امبورت هنا في الدي ان اس بتاعك الانفو بلوكس اللي هو الاون بريم، ويبقى في كونكشن من الاثنين. في اي كويريز تيجي للراجل ده للدي ان اس ريكيرسيف بتاعك ده هو مش عنده معلومه ليها، يفرودها للسي اس بي الكلاود بتاع انفو بلوكس. والكلاود بتاع انفو بلوكس ده بقى انت بتبقى كده عليه حاجه اسمها ار بي زي، يعني ريسبونس بوليسي زون، مثلا لو انت رايح تتكلم ماليشيس ويب سايت او حاجه يمنعه من الاساس، وتطبق بوليسيز والحاجات دي كلها على السي اس بي، وبتطبق برضو على النايس على الاون بريم. بس ممكن نعملها على السي اس بي واون بريم ازاي؟ لان الار بي سيز دي بتاخد من الريسورسز بتاعه الجهاز نفسه، ففي ناس بتبقى عايزه ان النايس او الاون بريم ديفايس بتاعك ده ان انا اخف عليه الحمل شويه، فممكن اخد ار بي سيز من هنا احطها على السي اس بي ويبقى في كونكشن منهم كده كده، فالدنيا تبقى تمام وايه ومفيش ادنى مشكله، والدنيا زي الفل، وايه ده كده كده كلاود او بورتال بتاع انفو بلوكس يعني. طيب الدنيا تمشي ازاي؟ هو بيقول لك enabled on any info blocks grid member، يعني في سوق من جريد ممبر دي، يعني هو بيتنبل على الدي ان اس ريكيرسيف بتاعك مثلا. حلو الكلام. وبيفرود ايه للسي اس بي زي ما قلت لك، وبيفرود الكويست تو انفو بلوكس بلاتفورم اللي هو السي اس بي اور اذر ديزيجنيتد دي ان اس سيرفر سيمتلس، وهو بيريديوس مانوال كونفيجريشن باي انتليجنت مانجينج ذا فوروردنج بروسيس، زي ما انا شرحت لك برضو ايه حته اللي هو بيتكلم السي اس بي بتوكن والكلام ده كله. طب الدي في بيشتغل ازاي، او الوركينج بروسيس بتاعته ماشيه ازاي؟ الوركينج بروسيس اللي هو انت عندك الكلاينت بعت كويري، الكويري ده هتروح للاون بريم انفو بلوكس اللي هو الريكيرسيف بتاعه، هياخدها ويفوردها لمين بقى؟ للسي اس بي. طب لا قدر الله السي اس بي ده هو كلاود ممكن يقع مثلا، ممكن يقع حاجه كلاود كده ممكن تقع وما تقدرش توصل له انت كدي ان اس ريكيرسيف زوفر، في حاجه اسمها فول باك ريزوليوشن بتبقى معموله في الكونفيجريشن بتاعتها، اللي هو لو انت ما قدرتش توصل للسي اس بي ساعتها اعمل فول باك لاي بي تاني. ممكن تحط مثلا انت اي بي بتاع جوجل مثلا يروح يكلمهم. اديك اكزامبل يعني، ممكن تكون انت مثلا ايه يروح يكلم الروت انترنال اللي هو الروت، بعد كده الروت بقى يودي للتي دي وهكذا يعني. طيب فهو بيقول لك career distribution chain ensures that queries are always handled moving from configured forwarder to internal root server and finally to internet root server as a last resort زي ما انا لسه قايل لك حالا. طيب بص، ده ما انت عارف ان الفورورد كويريز دي انا بتكلم في او في الكويريز تروح لمين،
مش تتهندل ازاي. يعني فور اكزامبل انا مثلا عامل فوروردر ديفولت فوروردنج ده اربع تمانيات، معناها كده انا بقول له اي كوليس تجي لك انت ما عندكش معلومه ليها وديها لاربع تمانيات. الاربع تمانيات ده هو اللي بيهندل بقى، هو اللي بيروح يكلم الروت، والروت يرد عليه يقول له خد التيل دي، يروح يكلم التيل دي لحد ما يجيب لك المعلومه، والاربع تمانيات ده يروح باعت لك المعلومه دي. وده هنشوفه في اللاب ان شاء الله المره الجايه. فهي دي الفكره. لو انا اصلا حاطط مثلا ان هو الفوروردر بيروح يكلم الروت، فهو اول حاجه يروح يكلمها يكلم الروت يروح يرد عليه يقول له كلم التي ال دي، يعني كده يروح يكلم التي ال دي وهكذا. طيب حلو، تعالى نكمل ونشوف الدنيا. الكويري بوس، الكلاينت بيكويري الاند بوينت، الاند كلاينت سبميت دي ان اس كويري تو نايس ابريانس، يعني بيبعت الكويري للانفو بلوكس بتاعه. الانفو بلوكس مش قادر يسولف لوكالي لان المعلومه مش عنده. انت عايز مثلا تروح لفيسبوك دوت كوم، فبيفرض الكويري للدي اف بي. الدي اف بي بيأكت از فورورد بروكسي راوتنج، بيودي الترافيك ده او الكويريز دي بيعملها فورورد للانفو بلوكس بلاتفورم اللي هو الكلاود بتاع انفو بلوكس. اكوردنج بقى اللي هم في بينهم كوميونيكيشن من انفو بلوكس الاون بريم والكلاود. وبرضه لو في فاير وول في النص، طبعا اكيد في فاير وول لازم تفتح بوليسي 443، وشوف برضه البورتات اللي المفروض تتفتح من الاثنين عشان يبقى في كونكشن بين الاون بريم والسي اس بي بتاع الانفو بلوكس نفسه. تمام. وبعد كده الانفو بلوكس بلاتفورم او الكلاود ده هو اللي ايه هيرجع لك الانسر للدي ان اس بتاعك، وانت ترجعها للكلاينت بتاعتك، للكلاينت اللي هو بعت الكويري. طيب هنا بقى حته الفول باك. ايه بقى حته الفول باك دي؟ بيقول لك يا صاحبي حته الفول باك ميكانيزم زي ما انا شرحتها لك كده. الدي اف بي بيكونتينيوس ايه بيكونتينيو اللي هو بيمونيتور. الدي اف بي ده انت بتفعله فين؟ بتفعله على الريكيرسيف ريزولفر بتاعك الاون بريم. تمام. بيمونيتور الانفو بلوكس ثريد ديفense هو الكلاود يعني بتاع سي اس بي. ولو البلاتفورم ده بقى انريتشبل مش قادر يوصل له، الدي في بيعمل اوتوماتيكلي على طول بيعمل ايه؟ فول باك لللوكال دي ان اس سيرفر. ممكن يعمل فول باك لللوكال دي ان اس سيرفر اللي هو مين؟ مثلا في حالتي، اللي هو في حالتي الانفو بوكس نفسه. يعني مثلا انت عندك هنا اهو ده الدي ان اس بتاعك. حلو الكلام. الدي ان اس بتاعك انت مكريت عليه فوروردر مثلا ان هو ايه يروح يفرود للمين؟ للسي اس بي بتاع انفو بلوكس. ويبقى الدي في ده بيعمل مونيتورنج على السي اس بي. لو هو وقع مثلا ساعتها، وقع مش شغال على طول، هيعمل ايه؟ هيعمل فول باك لللوكال دي ان اس بتاعه، هو اللي يهندل الدنيا. يطلع بقى يكلم الروت، يكلم مثلا وبعد يطلع يكلم الروت بحيث اللي هو ايه، اللي هو مثلا اللي هو كده كده بيلت ان اللي هو يكلم الروت. وفي حد في اوبشن كده بتفعله اسمه دي ان اس فوروردر اونلي. لو فعلته كده مش هيكلم الروت، بس احنا اغلبيه الشغل ما بنسيبوش مفعلين عشان تحسبوا ان حاجه زي كده حصلت. وبرضه الكلام ده هقول لك في عمل المحاضره الجايه. اتقل عليا بس انا عايزك تفهم بس حته الفول باك. الفول باك ده اللي هو الدي في بيمونيتور الانفو بوكس كلاود بورتال. لو ما قدرش يوصل له بيخلي الريزوليوشن يرجع فول باك لللوكال دي ان اس سيرفر عشان يخلي الكلاينت ما يقعش ويقدر يوصل اللي هو عايزه. طيب يعني تلخيصا سريعا كده، الجلوبال فوروردنج عشان تعملها كونفيجريشن بتكونفيجر الفوروردر ات ذا جريد ليفل. يعني من الاخر خالص انت بتعمل جلوبال فوروردنج ده انت بتعمل ايه؟ بتدخل على الدي ان اس بتاعك اللي هو الريكيرسيف، وبتقول له انا عايز افورورد اي كويريز تجي لك مش قادر توصل لها لاي بيات معينه تحطها له هنا. تمام. في حاله ان انا عامل السي اس بي بحط له اي بيات السي اس بي بتاع انفلوكس. في حاله ان انا عايز افورورد لحد تاني ممكن، وده اللي هنشوفه المحاضره الجايه، هنفورورد له اربع تمانيات هنفورورد له نعملها ازاي. كونديشنال كنترول او كونديشنال فوروردنج، لا يا باشا ده اللي هي فورورد زون. انت بتكريت فورورد زون باسمها كده، وكل اللي بتعمله انت بتكريت اسمها الفورورد زون دي، وبتدي لها ان اس ريكورد بالاي بي ادرس اللي هو الناس تروح توصل له علشان تاخد اي معلومه من الزون دي. والزون دي اصلا بتبقى فاضيه اصلا ما فيهاش حاجه. انت بتكريت زون فورورد زون وتقول والله لو حد عايز يوصل للزون ده يروح على طول يتكلم الان اس ريكورد اللي هو الاي بي بتاعه كذا، هو اللي هيديك المعلومه. ودي بنستخدمها زي مش هحطها في حته البنك المركزي مثلا فور اكزامبل. يعني لو انت عايز ترتيب حاجه، عندك اتنين دي ان اس انترنالي وعايز ترتيب حاجه من دي ان اس انترنال، بدل ما يطلع يكلم بره يروح يكلم الدي ان اس التاني زي ما انا شرحت لك في الايه حته البنك المركزي دي مثلا فور اكزامبل. يعني عندك حاجه اسمها دي اف بي دريفن راوتنج اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو انت بتبعت الكويز بتاعتك للانفو بلوكس بلاتفورم، ويبقى في فول باك سيرفر بيزد اون افيلابيلتي والبوليسي والليله دي كلها. حلو الكلام، حلو الكلام يا هندسه. طيب تعال نكمل. تعال نكمل الدنيا ونشوف الدنيا ماشيه. طيب تعال نكمل. هنا بيقول لك كي تيك اواي efficient and secure DNS resolution performance caching and centralized forwarding reduce latency and external traffic global and conditional forwarding adapt to any network architecture full back mechanism. هو هنا بيديك شويه باكي فيتشر كده، بيقول لك ان مثلا في ريزيلينس بيحصل لو انت عندك فول باك عشان الدنيا ما تقعش، لو انت مقدرش توصل للسي اس بي في حاله انت عامل دي اف بي. في فلكسبيليتي لو انت عامل جلوبال وكونديشنال فوروردنج بيبقى في فلكسبيليتي عشان لو حاجه انترنال عايز توصل
يوصل لها مثلا زي افتتاح كيس بتاعت البنك المركزي كنت بشرحها لك دلوقتي، بدل ما يطلع بره وما يعرفش يجيب المعلومه وهي اصلا موجوده عندك يعني مثلا في برانش تاني مثلا فور اكزامبل. مش شرط بنك مركزي، يعني ممكن مثلا اديك اكزامبل سريع كده. ايه الاكزامبل السريع؟ الاكزامبل السريع مثلا انا عندي هنا ده الهيد كوارتر مثلا بتاعي، فرع مثلا بتاع الشركه بتاعتي، وانا عندي برانش تاني هنا. البرانش ده اسمه إيه يا صديقي؟ البرانش ده موجود في النزهه مثلا، والاتش كيو بتاعي ده موجود في العاصمه الاداريه مثلا. حلو الكلام، حلو الكلام. فانا ايه واصل هنا ام بي اس بين الاثنين، او واصل هنا اي بي سي تانل، بس سيبك اكني واصل ام بي اس. تمام. والدي ان اس بتاعي موجود في اتش كيو. تمام، في الداتا سنتر بتاعت اتش كيو اللي هو الدي ان اس بتاعي الاساسي. تمام. فممكن الناس هنا يجي لها الكويريز، يعني الناس اللي خارجه هنا عايزه تبعت كويريز، ممكن تبعته على طول وتروح للدي ان اس ده مثلا فور اكزامبل. او لو انت عايز بقى تكريت مثلا دي ان اس هنا تاني، بحيث الكويريز تروح له والدي ان اس ده يبقى رابط مع الدي ان اس اللي هنا ده مثلا. فانت ايه ممكن تعمل كونديشن فوروردنج هنا على الدي ان اس ده لاي حاجه، اي زون تجيبه هنا مثلا. ممكن تروح يفرض على الدي ان اس ده وده يديله معلومه، او ممكن تكريت ده يبقى مثلا سكندري وده برايمري، يبقى فيه منهم زون ترانسفير وكونكشن الاو مثلا فور اكزامبل. وبدل حته ان انت تعمل الكونديشنال فوروردنج وكده كده يقبضوا بعض، وتخلي الكلاينتس هنا يروحوا لده برضو اسرع. يعني في كذا سوليوشن يعني. بس حته الكونديشنال فوروردنج دي بتطبق امتى؟ بتطبق زي ما قلت لك كده، لو انت في دي ان اس انترنالي، الدي ان اس انترنالي ده في حته ما عليه ريكوردات انت مش عارفها، وانت عايز ايه، او انت عندك دي ان اس بتاعك هنا، وفي انت واصل انترنال بالدي ان اس التاني ده، فانت عايز ايه المعلومات اللي هنا دي بتاعت الزونز اللي متكريتها هنا ومش عارف تجيبها ازاي. لو جيت تبعت كويري هنا، هي الراجل هيفتكرك بتتكلم حاجه مش عنده، فيطلع يتكلم بره، فهو اصلا دي انترنالي. فبتعمل كونديشن فوروردنج اللي هو يفرض على الحاجه الانترنال اللي عندك اللي هي الدي ان اس التاني ده، عشان تجيب منه المعلومه اللي كلهم موجودين هنا. انا كده خلصت محاضرة النهارده. لو انت ما فهمتش بنسبة 70% عادي جدا، اهم حاجة اكتر من 70% يبقى انت ايه ارجع شوف الفيديو تاني. ليه انا بقول لك كده؟ لان انا المحاضرة الجاية هعمل لاب عملي على الديفولت فوروردنج، فانت تفهم الديفولت فوروردنج، وهتشوف باكت كابتشر بعملها باخدها من الانفو بلوكس وتفهم الدنيا. المحاضرة اللي بعديها هنتكلم عن الايه، هنعمل لاب عن الكونديشنال فوروردنج او الفورورد زون، فتفهم باكت كابتشر هتفهم اكتر، ويبقى في فرق بين الاثنين، هوريك الفرق بين الديفولت والكونديشنال فيها. فانت تبدا تفهم معايا اكتر واكتر. وبعد كده هنتكلم عن ايه الفرق بين الديليجيشن اصلا اللي اتكلمنا عليها قبل كده والفوروردنج. وبعد كده ان شاء الله نتكلم عن انواع الزونز كده سريعا اوفر فيو، وبعد كده ندخل في زون ترانسفير ان شاء الله. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.